السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني طبعا كتير جدا. انا بقالي كتير مش بنزل حاجه على القناه. وبصراحه ده يعني ليه سبب، لان المشاهدات اللي انا كنت بعمل الفيديو والله وبتعب فيه وكل حاجه، بس المشكله ان هو مش جايب مشاهده عاليه. فيعني ده يمكن المشاهدات بتاعتكم طبعا بتدي حافز للواحد ان هو ينزل ويبقى يعني بينزل الحاجه، لان فعلا هو بيبقى تعب. يعني التصوير ده مش بيبقى حاجه والله سهله خالص يعني. بس يعني ان شاء الله باذن الله يعني هرجع معاكم تاني، وهصور معاكم فيديوهات ان شاء الله هتعجبكم. النهارده الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، انا عامله سمك مشوي، وسمك يعني عامله سمك مشوي في البيت، عاملاه في الفرن بتاع البوتاجاز. طبعا ما دخنش ولا اي حاجه. وعامله رز مصوره معاكم برده في القناه. بصوا الرز شكله عامل ازاي. يعني الرز، انزلي كده وريهم بس. بصوا اللون بتاع الرز ومفلفل ازاي. الرز عامل لونه، وده زي ما قلت لكم شرحه لكم وانا بعمل الرز على النار. انا قايله لكم يعني عشان يطلع معاكي باللون وان هو يبقى مفلفل كده، طعمه روعه جدا، احلى من بتاع المحلات 100,000 مره. نشوف بقى معانا الطريقه بتاعتنا ايه هي، ونبتدي الفيديو بتاعنا. واقول لكم في الاول كده ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناه، ونشوف المقادير بتاعتنا ايه هي. بصوا حبايبي، معايا بقى سمك هنا. انا جبت السمك غسلته كويس ومن جوه ونضفته بعد ما يعني غسلتيه كويس، قدام اللي في الشوكه بتاعه الظهر دي يبقى كويس، يبقى نضيف. صفيته من الميه تمام. معايا بقى الخلطه بتاعتي اللي انا هستخدمها للحشو. معايا كزبره خضراء، ومعايا فلفل حامي، ممكن تستغني عنه وتحطي رومي او تستغني عنه خالص، ومعايا بصل مقطعاه، ومعايا جزر مبشور، ومعايا طماطم. طبعا معانا ايه، توم مفروم، معانا ليمون، ومعانا شويه خل، ومعايا التوابل بتاعتي بقى اللي بحطها: ملح وكمون وكزبره وبهارات سمك، وبهارات 7 بهارات من عندي، انا بحب احطها على السمك يعني. تمام كده تمام. التوم بتاعنا هحط عليه معلقه هريسه. انا الهريسه دي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في القناه، عملتها كذا مره، بحب احطها عليه. تمام كده. هنزل بالليمون بتاعنا، هنزل كمان بشويه خل، هنزل بالتوابل بتاعتنا كلها. هندوق بقى الحدق بتاع التتبيله بتاعتنا دي، هنشوفها لو محتاجه ملح ولا لا. لو انت هتعملي السمك وهتتبليه من قبليها يعني بشويه، يبقى قليل الملح فيه علشان خاطر ما يحدقوش جامد. لكن لو انت هتستخدمي السمك هتعمليه مثلا نص ساعه ولا حاجه، يبقى حطي ملح كتير عشان الملح، عشان السمك ما يطلعش دهن معاكي. التوابل بقى بتاعتي دي هاخد عليها شويه من الحاجات دي كده، وهنقلب كل الحاجات دي كده مع بعض كويس. زي ما قلت احنا هنحشي بيها ايه، السمك. دقت التوابل بتاعتي متظبطه، مش محتاجه ملح ولا حاجه، والتوابل بتاعتي برضو مظبوطه. الخلطه بتاعتي كده جاهزه اهي. يبقى الخلطه دي طماطم، بصل، جزر، كزبره، ثوم، والتوابل بتاعتي ملح وكمون وكزبره وبهارات سمك، وشويه بهارات 7 بهارات، ممكن تستغني عن ال7 بهارات لو انت حطيتي بهارات سمك يعني. وكده ايه، الخلطه بتاعتي كده جاهزه تمام. هقول لكم دلوقتي اعمل ايه. كده انا خلاص خلصت الخلطه دي. انا هاخد منها كده كام معلقه، وهقول لكم انا هعمل بيها ايه في الاخر. حط عليها التوابل بتاعتها، فهي جاهزه ومش محتاجه ان انا ايه احط عليها اي حاجه، ولا خاف ان البصل لو قعد هيعمل مشكله ولا حاجه. خلاص تمام. هركن دول على جنب. باقي الخلطه بتاعتي دي انا هستخدمها دلوقتي الحاجه، هقول لكم انا هعمل بيها ايه. هنعمل بقى السمك بتاعنا نحشيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه دي طعمها بتبقى جميله. هنعمله في الفرن بطريقه سهله، وهنعمله كمان مش هيدخن ولا اي حاجه. كيلو السمك المشوي دلوقتي بره ب20 جنيه وب25 جنيه انتي تشويه. يعني انت لو شويتيه عند الراجل على الشوايه عند الراجل هيكلفك
هو السمك لوحده طبيعته غالي، يبقى احنا نغلي علينا ليه؟ اول حاجه ما احنا ممكن نعملها في بيتنا ومش هتعمل اي حاجه. كل الناس بتخاف من السمك المشوي في البيت عشان الدخان، لكن احنا هنعمله في الفرن، هنعمله بطريقه يعني حلوه ومش هيدخن معانا ولا اي حاجه، وهتشوفوه في الاخر هيبقى عامل ازاي. كمان هيبقى طعمه احلى من بتاع بره مليون الف مره. كده الخلطه بتاعتي دي اللي اتبقت هقول لكم دلوقتي بقى هعمل ايه بيها. هركنها على جنب وهسيب السمك بتاعي كده متبل نص ساعه ولا ساعه، وهرجع لكم تاني بيه بعد ما يخلص. هنا بقى التوابل اللي معايا، الخلطه بقى الخلطه اللي معايا دي هي طبعا متبله وفيها الحاجه بتاعتها. انا بس هزود شويه شطه وشويه كمون وشويه كزبره، وهشوف الملح لو محتاجه ملح هحط ملح. خلاص هعمل كده وهزود ميه. ودي لما يطلع السمك انا هحطه ايه فيها. تمام كده. هنحط شويه خل وندوق الملح بتاعها. دي كده جاهزه معايا لما السمك يطلع من الفرن هشتغل بيها. دلوقتي يا جماعه انا مسخنه الفرن والصاج ده سخن يعني مش بارد. خلاص هاخد كده بقى السمك بتاعنا بعد ما سيبته نص ساعه اهو. دي رده بتجيبيها من عند اي عطار موجوده يعني، وبتعملي بيها السمك كده، بتغلفي السمك بيها كله اهي. وهرص في الصاج زي ما قلت سخن، انا ولا دهناه زيت ولا اي حاجه. السمك بيبقى فيه دسم سخونيه يعني هتنزل منه، ولو نزلت ميه منه هيشربها عادي جدا. مشغله الفرن زي ما قلت لكم، وهحط السمك كده تحت الشوايه على الرف من فوق. يعني هرفع الشبكه بتاعت الفرن بتاعتي من فوق عشان يبقى السمك قريب من الشوايه من فوق. مش هاجي جنبه ولا اي حاجه لغايه لما ياخد اللون بتاعه ويستوي. وطبعا الفرن بتاعي عالي، وبعد كده هرجع ايه اقلبه الناحيه التانية. وكده بعد ما يطلع بقى هوريكم انا هعمله ايه ازاي في الخلطه اللي احنا عملناها دي. وهعمل برده معاكم رز هعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهيبقى عامل احلى من بتاع المحلات 100,000 مره. الحاجه دلوقتي بقت غاليه بره نار. زي ما قلت انت لو هتجيبي سمك، السمك لوحده غالي. كمان هنروح نشويه بره ب20 جنيه وب25 جنيه، حرام يعني. طبعا اللي انت هتشوي بيه دوت تجيبي كيلو سمك تاني تستنفعي بيه. وغير كمان ايه ان تاكلي حاجه مفيش طعمها مش زي بره. عمر اللي هيعمله بره ما يحط لك الخضار يبقى نضيف، يبقى انت غسلاه وعارفه انت حاطه ايه ومطعمه الحاجه بتاعتك ازاي. عمرها ما هتبقى زي بتاعت بره بنظافه بره ولا طعم بره. وفرنا فلوس وكلنا حاجه انضف من بتاعت بره 100,000 مره. كده السمك بتاعنا خلص اهو. انا مشغله بقى الفرن، هروح احطهم في الفرن ويستوي. يقلب الوش بتاعه، الوش ده هياخد لون من الشوايه، وبعد ما ياخد اللون بتاعي هقلبه الناحيه التانية وهرجع لكم تاني بعد ما يستوي. انا حاطه هنا زيت. الزيت ده لازم يكون سخن قوي عشان البصل الجديد ده ما يشربش معاكي زيت. لازم تتقليه ما ياخدش منك وقت في التسويه والتحمير بتاعه، وما ياخدش منك كمان كميه زيت كتير. طبعا الرز بتاع السمك بيتعمل بزيت مش بيتعمل بسمنه. حطيت كميه البصل بتاعنا المقشر وهحمره وهرجع لكم معايا. خليكم معايا. هنا بقى بس البصل اتحمر معايا كده مع رز السمك. اوعي تنزليه بدري عشان يديكي الرز يبقى لونه حلو وطعمه جميل. تمام كده. انا حطيت ملح. طيب انا عندي هنا جزرايه مبشوره هنزل بيها. الجزرايه دي هتخلي الرز لونه حلو وفي تسكيره حلوه. طيب لو انت ما عندكيش جزرايه انزلي عليه بمعلقه سكر. وانت بتعملي البصل كده وما يوصل للمرحله ان هو يبقى لونه ذهبي انزلي بمعلقه سكر هتديكي التسكيره برده اللي احنا بنقول عليها. هقلب فيهم كده شويه لغايه لما الزيت بتاعي يبقى لونه كده لونه مصفر شويه من الجزر. وبعد كده انا غسله الرز بتاعي ومصفياه هنزل بيه بعد ما ياخدوا تشويحه مع بعض.
الزيت بقى عامل ازاي، لونه اصفر اهو شويه. ده من الجزر، طبعا الجزر مش اساسي بس هو بيديله طعم حلو ولون حلو. لو انت ما عندكيش جزر زي ما قلت انزلي معلقه سكر، وانت بعد ما البصل ياخد اللون بتاعه اللون الذهبي ده البني شويه، مش عايزينه يبقى ذهبي، احنا عايزينه بني عشان يدي الرز لون غامق. لو عملت لونه ذهبي هيبقى الرز فاتح ومش هيبقى رز. انا هنا حطيت الرز ومش عارفه المقطع ده فيه ولا لا. انا كل اللي انا عملته بس بعد ما البصله خدت اللون نزلت بالرز وما عملتش اي حاجه تانية ولا حطيت اي حاجه، وهفضل اشوح في الرز كده لغايه لما يفلفل معايا وياخد اللون بتاع البصل اللي انتوا شايفينه ده كده. ولسه انا برضو بقلب فيه، ما حطيتلوش ميه ولا اي حاجه، هفضل اقلب فيه كده لغايه لما اجي احط الميه وهو. بصوا يا جماعه اللون بقى عامل ازاي بتاعه. السمك في الفرن بقى وعامل ريحه مش قادره اقول لكم. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ هنزل بقى بالميه بتاعتها. طبعا ده رز مصري يعني كل كوبايه رز وكوبايه ميه. انا حاطه كده، حاطه بس الملح وكده خلاص. هتعامل بقى معاه كده رز عادي جدا وهغطي عليه ويتشرب وهوريهولكم. انا بوريكم شكل الرز بعد ما اتشرب. رز السمك ما تقلبيش فيه كتير عشان ما يعجنش معاكي كده خلاص، وموطيه عليه النار. لغايه هنا الفيديو بتاعي كده خلص معاكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله ان شاء الله. واقول لكم السلام عليكم.